الكرة ثابتة إذن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لمصلحة عناصر مستقبل الوسات. في الدقيقة 26 من زمن بداية هذه المباراة في تنفيذها فايق عمران يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، جول 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 جول، فعل فريق مستقبل الوسات وافتتح مجال التسجيل بواسطة مرزوقي، أو هل كانت الكرة منفذة بشكل مباشر؟ مستقبل الوسات يفتتح مجال التسجيل ويصل إلى شباك المولودية في أول سيناريو في حدود الدقيقة 27 من زمن بداية المباراة. مستقبل الوسات يفتتح مجال التسجيل وخيردين مرزوقي يرفض الاحتفال بتسجيله للهدف وهو لاعب سابق لفريق مولودية الجزائر. السيناريو الأول إذن في المباراة في حدود الدقيقة 27 يكتب بالحبر الأزرق والأبيض والأسبقية لمصلحة عناصر مستقبل الوسات بهدف واحد دون مقابل سجله مرزوقي ومنح الأسبقية لفائدة الصاعد الجديد مستقبل الوسات أمام متصدر الترتيب العام مولودية الجزائر. في وقت كثرت فيها المخالفات والكرات الثابتة وتواجد عدد كبير جدا من جانب هجوم فريق مستقبل الوسات وحتى صعود المدافعين أيضا في صورة زغاد وكذلك فؤاد رحماني داخل منطقة الجزاء، سوء رقابة من جانب دفاع فريق مولودية الجزائر جات بالهدف الأول لمصلحة فريق مستقبل الوسات. سنشاهد وسنتابع الآن رد فعل المولودية فيما تبقى من زمن هذه المباراة وهو الذي يعرف كيف